واحد يذكر الله تسأله منين جبتها؟ واحد يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام تسأله منين جبتها؟ واحد قام يصلي لله بين يدي ركيعات ويسأل الله من فضله النفحات والبركات والعطيات، تقول له من أين أتيت بها؟ لا تكون كالذي ينهى عبدا إذا صلى. كن مع الله وكن مع الصادقين مع عباد الله، بدل ما تنكر عليهم اجلس معهم. هم في كل وقت من هذه الأوقات، في أوقات النفحات والتجليات، يجتمعون ويقولون يا رب يا رب، وما زالوا يقولون يا رب يا رب حتى أعطاهم جل جلاله، وأنت لا تزال تقول نعم وشو جمعكم وليش جيتوا وهي بدعة وهي لا تسوى. تصور أنه إنسان طول عمره قاعد عم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر الله ويقرأ القرآن ونعم ويجتمع مع عباد الله في أمثال هذه المجالس، والثاني قاعد على غيبة ونميمة وهدلون كذا وهدلون شو جابون. تصور الفرق بينهما، ما الذي سيحصل في قلبك؟ تصور واحد جالس عم يقول نعم هي بدعة وهي موادة، واحد ثاني قاعد يذكر الله يذكر الله. بعد ساعة من هذا نعم كل واحد عم يكمل الورد تبعه، نحن وردنا نعم ذكر الله وهو ورد الإنكار على عباد الله، وبعد ساعة انظر إلى قلبه ماذا يحصل به وإلى قلبك ماذا يحصل به. ولذلك اللهم لا تجعلنا من المخذولين ولا تجعلنا من المخذلين ولا تجعلنا من المنكرين. كان بعض صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رأى رجلا يصلي في وقت الكراهة، يصلي في وقت الكراهة لا ينهى، قال أخاف أن أدخل تحت قول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.